السيدات والسادة، في إطار جولة إقليمية تأتي زيارة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، ومن منطلق إرادة مشتركة لدفع العلاقات المصرية التركية إلى آفاق أرحب والبناء على ما تحقق من إنجازات بين البلدين في السنوات الماضية، نشهد الآن التوقيع على البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا. يتفضل بالتوقيع على البيان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. Mısır Arap Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. toplantısı ortak bildirisi. İmzacılar Mısır Arap Cumhuriyeti adına Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. إذا مشاهدينا نتابع على الهواء مباشرة من قصر الاتحادية توقيع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على البيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. ويأتي هذا الاجتماع في إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر التي بدأت قبل ساعات من الآن، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر في أعقاب زيارة له إلى المملكة العربية السعودية. سبقت تلك الزيارة ناقش فيها مع نظيره السعودي أبرز الملفات في المنطقة. إذن يتبادل شكرا أصحاب الفخامة.